وتزيرينا قرمزي واكسب خلاطي تخبر شكل ولبتهجبينا صور قرمزي واكسب خلاطي تخبر شكل ولبتهجبينا بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. غريب جانس خورتك يكون ديما الزبين دارم باورك وزن خويني ما أزنا غريب مكبر خورتك يكون ديما الزبين دارم باورك وزن خويني ما شابن كورمي جدا به فينا برينم قلك كورم بس بكاوينا شابن كورمي جدا به فينا برينم قلك كورم توار بكاوينا خانا بشيرك وبار سرك هيلينا وبرد العالي جاني روي تزيرينا خانا بشيرك وبار سرك هيلينا وبرد العالي جاني روي تزيرينا صور قرمزي واكسب خلعاتي الخبر شكل ولبتهجبينا صور قرمزي واكسب خلعاتي الخبر شكل ولبتهجبينا بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. رولي من بنا صلب التشرين ياري دل كان انا ماك كباري رولي من بنا صلب التشرين ياري دل كان انا درماك كباري زي يوم شاب غزال توي بكاتاري بنا نوالت بس يجرينا زي يوم شاب غزال توي بكاتاري شاغي من بنا نوالت بس بقرينا وانا بشيرك وبرسروك هيلينا دوبرد العالي جاني روي تزيرينا وانا بشيرك وبرسروك هيلينا دوبرد العالي جاني روي تزيرينا صور قرمزي واكسب خلات بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام بحلقة جديدة من البرنامج الخاص عن الصحة النفسية والجسدية. معي أنا من وراء المايك شيف حسن عبر الموجة 103.5 من قامشلو وريفها عم تسمعونا، وعبر البث المباشر لصفحة الإذاعة على موقع الفيسبوك بوير عربي بترافقونا مشاهدة. موضوع حلقتنا لليوم طبية، رح نتناول مرض الجرب. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معي بالاستوديو الدكتور صخر عليكا. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. يا أهلا وسهلا فيك. بداية دكتور ومتابعينا الكرام نستمع سوا للمقدمة التعريفية يلي أعددناها حول موضوع حلقتنا وبنرجع لنبدأ حوارنا. تفضلوا.
طفح الجرب هو أحد أكثر الأمراض الجلدية المعدية شيوعا في البلدان النامية كما تقول منظمة الصحة العالمية، وهو طفح جلدي ذو حكة تنتج عن سوس ناقب صغير يسمى القارمة الجربية، وينتشر من خلال ملامسة الجلد للجلد. وتوضح تقديرات منظمة الصحة العالمية على الصعيد العالمي أن الجرب يؤثر على أكثر من 200 مليون شخص في أي وقت، وأكثر من 400 مليون شخص تراكميا كل عام، وهو شائع بنسبة أكبر في البلدان الحارة والمدارية وفي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث أشارت إحصائيات الصحة العالمية عام 2023 إلى أن النسبة 5 إلى 50% من الأطفال في المناطق الفقيرة بالموارد مصابون بالجرب. ويعد الحكة الشديدة أحد أبرز أعراض الجرب، ويكون الطفح الجلدي هو الأكبر حجما عند الرضع والأطفال الصغار. ومن الخطوات الوقائية لمنع انتشار طفح الجرب تجنب ملامسة جلد شخص مصاب، خاصة إذا كان لديه طفح جلدي مثير للحكة، ومعالجة جميع أفراد الأسرة إذا كان بينهم شخص مصاب بالجرب لمنع انتشار الحلم للآخرين، وكذلك غسل وتجفيف الفراش والملابس التي لامست الشخص المصاب بالماء الساخن، ووضع الأغراض التي لا يمكن غسلها بإحكام في كيس بلاستيكي مدة أسبوع للمساعدة في القضاء على الحلم. من جديد يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، وصباحك دكتور صخر. دكتور، بداية خلينا نوضح للمتابعين ما هو مرض الجرب؟ الجرب هو مرض جلدي حاك، يعني في حكة، ناجم عن عدوى بطفيلي يسمى القارمة الجربية البشرية. العدوى تحدث من شخص مصاب إلى شخص آخر. طبعا قلنا هو مرض جلدي يتميز بالحكة الشديدة الليلية. الطفيلي يحدث الانتقال نتيجة الاتصال المباشر من شخص مصاب لآخر، التماس الوثيق بين الجلد من شخص مصاب إلى شخص آخر، وأحيانا نادرا عن طريق ملامسة الأدوات الشخصية للمريض كالملابس والفرش والأغطية والأدوات الشخصية. إذن هو مرض طفيلي ناتج عن عث القارمة الجربية، وليس كما الكثير من الأشخاص يظنون بأنه مرض فيروسي. البعض يظن بأنه مرض بكتيري. هو مرض طفيلي وينتج عن عث القارمة الجربية. دكتور، أين يستهدف هذا السوس من الأعضاء في جسم الإنسان؟ الطفيلي عندما ينصاب الشخص فيه يبدأ بالتكاثر، يبدأ بحفر أنفاق في بشرة المريض، والأنثى تضع البيوض. البيوض تفقس خلال 3-4 أيام، تتكاثر، تحفر. عندما تبلغ بعد أسبوع كمان هي تبدأ بحفر أنفاق. تبدأ الأعراض تقريبا بعد 2-3 أسابيع من العدوى اللي هي الحكة الليلية مثل ما قلنا. نعم. إذا دكتور، تحدثت عن آلية الإصابة أو كيف يصاب الأشخاص بهذا المرض. العثة تقوم بوضع بيوضها تحت الجلد لتتكاثر البيوض فيما بعد، وينتج عنها حكة ناتجة عن رد فعل تحسسي تجاه البيوض المريض. رد فعل تحسسي تجاه البيوض والبراز الفضلات العثة تحت الجلد. نعم. ولكن هل هناك يعني أجزاء محددة من الجسم تستهدفه هذه العثة بوضع بيوضها تحت الجلد؟ أكثر الأماكن إصابة هي أماكن الثنيات، نقول يعني بين الأصابع، مثلا عند أصابع اليدين والقدمين، أصابع اليدين والقدمين، الوجه الداخلي للرسغين، الوجه الداخلي للمرفقين، تحت الإبط، ثنيات البطن،
ثانيات المنطقة التناسلية من الأمام والخلف. عند الإناث ممكن حول الثدي. دكتور، أشرت أنه العسة تقوم بوضع بيوضها، تلك البيوض تفقس تحت الجلد بعد عدة أيام. ما هي مدة الحضانة، تلك المدة التي فترة الحضانة التي تسبق ظهور الأعراض، بين الإصابة وظهور الأعراض؟ طبعا إصابة المريض الشخص يعني تحتاج إلى حوالي 5 إلى مثلا 10 طفيلي حتى تبدأ بحدوث المرض عند الشخص. بعد الإصابة تبدأ هذه الأنثى الحامل القائمة الجربية أو العد بحفر أنفاق أو أثلام تحت بشرة المريض تبدأ بوضع البيوض. هذه البيوض تفقس خلال 3 إلى 4 أيام. بعد أسبوع تصبح عد بالغ، وهي أيضا تبدأ بوضع بيوض، وهكذا ندخل في الدورة. يعني الأعراض تظهر بعد حوالي 2 إلى 3 أسابيع من الإصابة، اللي هي عبارة عن الحكة الليلية الشديدة، تزداد بالجو الحار يعني الحرارة، ويبدأ العدوى يعني من شخص لشخص آخر. دكتور، هل هناك عمر محدد للإصابة بمرض الجرب أم الكل معرضون، يعني صغارا؟ بالنسبة للأعمار، جميع الأعمار ممكن تصاب، وجميع البيئات ممكن يحدث فيها مرض الجرب. ولكن هو أشيع شيء، يعني أشيع الإصابات تحدث في أماكن التجمعات. تجمعات مثلا داخل البيوت، في أماكن السجون، ازدحام، أماكن النازحين، مخيمات، أماكن اللي يصير فيها تماس لصيق، تماس وثيق بين وليس مجرد احتكاك الجلد سريع، وليس مجرد احتكاك. ليس التماس العابر لا تحدث عدوى. دكتور، خلينا نتوقف عند الأعراض، نتناول الأعراض والعلامات السريرية لهذا المرض. الحكة هو العلامة الرئيسية، هو الحكة الشديدة. العرض المميز أو العرض المميز للمرض هو الحكة الليلية الشديدة. طبعا حكة تحدث نهارا ولكن تكون أشد ليلا. والشيء المميز في الجرب أنه يعني عدة أشخاص من نفس المكان، نفس البيئة، يكون عندهم نفس الأعراض. بالنسبة للآفات أو العلامات اللي تظهر على المريض، في علامات مميزة للجرب، وفي علامات ثانوية تكون ممكن يعني تظهر بعدين. العلامات المميزة للجرب هي عبارة عن قلنا الأنفاق أو الأثلام التي يحفرها الطفيلي، عبارة عن أثلام صغيرة يعني طولها تقريبا 5 إلى 15 ملم، تكون في نهايتها نقط سوداء هي مكان الدخول الطفيلي. غيرها ممكن نشوف عقيدات خاصة على الأعضاء التناسلية للذكور يعني للرجال، عبارة عن طفح كمان يعني بحدود 2.5 ل 2 ملم، عقيدات مرتفعة عن سطح الجلد وحاكة بالشدة. هي علامات المميزة للجرب أو الخاصة بالجرب. طبعا العلامات الثانوية هي نتيجة الحك أو الخرش المستمر من قبل المريض، تحدث خدوش نتيجة الحك الشديد، خدوش. ممكن تصير عدوى ثانوية مثلا قلنا بالجرثومة، ممكن تقوبة أو قوباء ثانوية مثلا، تكون يبين قشور القوباء على الجلد مكان السحجات هذول الأعراض طبعا عند الأطفال الأكبر، الأطفال الكبار والبالغين. أما عند الأطفال الرضع أو الحديثي الولادة الأعراض أو العلامات تختلف. يعني عند الأطفال الصغار يكون عبارة عن حويصلات على في الراحتين، راحتي اليدين وأخمص القدمين، على الظهر، ممكن على الوجه، أو أحيانا ممكن تكون عبارة عن عقيدات مثلا معزولة تحت الإبط
عند الأطفال الصغار. دكتور، هل يمكن إصابة الشخص أكثر من مرة بمرض الجرب؟ ممكن إصابة الشخص مرة ومرتين حسب إذا في بيئة مثلا صار تماس مع شخص مريض تصير عدوى مرة أخرى ممكن مرة يصاب. أخرى ممكن طبعا. نعم دكتور، ومتابعينا الكرام، لدينا استطلاع أجروه زملائنا فريق راديو بوير اف ام مع عدد من الناس حول موضوع حلقتنا. خلونا سوا نستمع لآراء الناس وبنرجع لنكمل حوارنا. تفضلوا. الجرب هو طفح جلدي يسبب حكة شديدة في المنطقة التي ينقل فيها السوس، وقد تكون الرغبة في الحكة قوية خلال ساعات الليل. الجرب مرض معدة وينتشر بسرعة من خلال مخالطة الصيقة بين أفراد الأسرة، ومن طرق الوقاية غسل جميع الملابس والمفارش واستخدام المي الساخنة والصابون لغسيل جميع الملابس والمناشف والأغطية المستخدمة في الأيام الثلاثة الماضية قبل بدء العلاج. لما نحكي عن مرض الجرب، مرض الجرب هو أحد الأمراض الجلدية المعدية، يعني تظهر على جسد الإنسان. من أسبابها هي يمكن قلة الاستحمام، عدم الاهتمام بنظافة الجسم بشكل عام. الوقاية بتكون دائما بالاهتمام بالنظافة، الاستحمام، وقبل كل شيء كمان يعني لما الواحد أو أحد أقاربه يصاب بالجرب يفضل استشارة مختص بهذا الموضوع، إن كان صيدلاني أو طبيب، لحتى وصف الأدوية المناسبة لإتمام الشفاء. لكن النظافة هي الوقاية، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج كما يقولون. مرض الجرب هو عبارة عن حكة شديدة تسببها مجموعة من الطفيليات التي تسمى السوس، وهي أحد أنواع المفصليات التي تتكاثر داخل طبقات الجلد. قد يصاب جميع الأشخاص بالجرب في أي عمر ومن أي مكان، كما أن الأشخاص الذين يحافظون على نظافتهم الشخصية معرضون أيضا للإصابة بهذا المرض. أعراضها تشمل أعراض الجرب ما يلي: الحكة، وغالبا ما تكون شديدة وتزداد سوءا في ساعات الليل. مسارات متموجة تتكون من بثور صغيرة أو نتوءات على الجلد. يظهر الجرب عادة في ثنايا الجلد، ولكن يمكن أن يصيب الكثير من أجزاء الجسم. غالبا ما يصيب الجرب البالغين والأطفال الأكبر سنا بين أصابع اليدين والقدمين، في الإبطين، حول الخصر، على الصدر، على الوجه. وأنا بقول لازم يتم زيارة الطبيب وعدم تناول الأدوية أو الأعشاب من دون خبرة، لأن ذلك يزيد من مخاطر هذا الطفح. مرض الجرب هو مرض طفيلي يصيب الجلد. طبعا هو مرض معدي ما له أي علاقة بعدم النظافة. مثل ما قلت هو مرض طفيلي ينتقل عبر الطفيليات، وينتقل من إنسان إلى إنسان عبر الاحتكاك المباشر للجسم أو احتكاك الجسدي المباشر. مثلا في السجون يكون هناك مرض الجرب بكثرة بسبب الاحتكاك الجسدي المباشر، أي المساجين يستخدمون نفس المناشف، يكون العدد كبير بمكان ضيق أو مكان صغير، فيكون هناك أو يستخدمون الأسرة نفسها. حسب ما بعرف إنه هو الجرب مرض جلدي معدي بينتقل للأسف، وهو أسبابه سبب رئيسي له قلة النظافة، يعني سواء كان بسبب قلة توفر المياه أو النزوحات أو المخيمات بشكل عام تتعرض لفترات من انتشار الجرب. وفي لها عدة علاجات أهمها نظافة واستعمال عدة غسولات وأدوية معينة وتجنب الملامسة أو التعامل مع المريض يعني.
من جديد يسعد صباحكم مستمعينا الكرام. بنتابع مع الدكتور الصخر. دكتور، استمعنا لآراء الناس في الاستطلاع، كيف شفت الآراء بداية؟ الآراء يعني في أفكار صحيحة وفي أفكار يعني مغلوطة عن الجرب. نعم. الجرب هو مرض يحدث في جميع بلدان العالم. نعم. ولكنه أكثر شيوعا في البلدان الحارة، يعني المناطق المدارية. وهو يحدث نتيجة تماس مع مريض، لا علاقة بقلة النظافة أو صحيح. قلة الاستحمام أو مثلا الأوساط الفقيرة، أو يحدث نتيجة تماس مع شخص مصاب. تماس، قلنا تماس أو التصاق وثيق جلد مع جلد. وقلنا يعني نادرا ما ينتقل عن طريق استخدام أدوات الشخصية للمريض. يحدث في أماكن المزدحمة، أماكن اللي يصير فيها فعلا التصاق وثيق، مثلا السجون المكتظة، أماكن التجميع النازحين، المخيمات، روضات الأطفال اللي فيها ازدحام، مثلا يصير تماس بين شخص مصاب مع أشخاص آخرين. الاتصال الجنسي مثلا هو حتى يعتبر من الأمراض المنقولة بالجنس، لأنه يصير التصاق وثيق مع الجلد بالبيوت، يعني بنفس البيت العائلة يكون عدد أفراد كبير ومكان ضيق، يصير عدوى الجرب. نعم. ليس له علاقة بالنظافة الشخصية والاستحمام أو حتى بالصوابين أو الشامبوهات، لا يشفي من الجرب. نعم. النقطة مهمة دكتور، النقطة اللي وضحتها واللي لفت سمعي، مسألة انه في مفاهيم خاطئة منتشرة بمجتمعنا انه فيما يتعلق بالجرب، انه الجرب بيكون ناتج عن عدم النظافة، وانت صححت الفكرة. هو الجرب مرض لا ينتج عن عدم وجود نظافة أو عدم الاستحمام، هو ينتشر عن طريق عث طفيلي. دكتور، خلينا نتابع معك الأسئلة ونستفسر، لأن الجرب هي من الأمراض الجلدية، والكثير من الأمراض الجلدية تتشابه في الأعراض. هل هناك علامة مميزة تميز هذا المرض عن باقي الأمراض الجلدية الأخرى؟ مثل ما قلنا، يعني الجرب هو مرض حاد بشدة حكة. المميزة فيه أنه تزداد ليلا. إذن الحكة الليلية الشديدة هي أحد الأعراض تزداد ليلا. والشيء المميز أنه يكون في عدة أشخاص من نفس المكان عندهم نفس الأعراض، نفس الحكة. والشيء الثاني أنه المعاينة أو الفحص، نشوف أو الطبيب يشوف العلامات قلنا المميزة للجرب، اللي هي الأثلام والعقيدات أو جحور. الأثلام هي أنفاق، يعني نعم. اللي تحفرها العث أو الجرب. أحيانا ممكن مثلا إذا صار اشتباه أو شك، ممكن في حالات خاصة أو مراكز أنه يصير فحص للعينات البشرة أو الجلد تحت المجهر بشكل مخبري. يشوف الطفيلي بالمجهر. نعم. هو الطفيلي صغير، يعني تقريبا أقل من نصف مليمتر، لا يرى بالعين المجردة. ممكن تحت المجهر يرى. نعم. ممكن يتشابه ممكن مرض مثلا يتشابه مع الجرب، الأكزيما مثلا. مريض لديه أكزيما التهابات الجلد يحك مثلا، ممكن تشابه حتى في بداية الجرب يعني. نعم. ممكن ممكن الجرب يحدث على مرض جلدي ثاني، يعني مريض عنده مرض جلدي مثلا أساساً. عنده صدف، عنده أكزيما أو حساسية جلدية مثلا، حساسية من شيء ما، يحدث لديه جرب وتظهر علامات أو نعم. علامات المميزة للجرب عند نفس الشخص. وهنا عامل خطر، الأعراض راح تشتد، يعني إذا كان في أكثر من مرض يصير اشتباه يعني بين المرض. الأعراض لا تشتد دكتور، يعني إذا كان شخص عنده أساسا مرض جلدي طبعا تشتد، يعني الحرارة بتكون مرتفعة أكثر، التحسس الجلدي راح يكون بشكل أكبر. طبعا الحكة تزداد، يعني لما يكون في مرض ثاني مع الجرب هي نعم. الحكة تزداد.
للجرب أنواع عدة على الرغم من أن المسبب واحد وهو أعث القارمة الجربية. لو نوضح دكتور ما هي هذه الأنواع والفرق بينها؟ هو الجرب كطفيلي له أنواع. نعم. ولكن الطفيلي الذي يسبب المرض عند البشر هو القارمة الجربية البشرية الخاصة بالبشر. نعم. في مرض يحدث عند الحيوانات، هذاك مرض جرب حيواني لا ينقل أو لا يصاب به الإنسان حتى لو تعامل مع الحيوانات المصابة بالجرب الحيواني. ممكن شخص يتعامل مع جرب حيواني أو حيوان مصاب بالجرب، تحدث لديه أحيانا حكة مثلا نتيجة طفيلي سقط على البشرة، أو بعد أسبوع تروح الأعراض ولا يحدث لديه مرض الجرب. نعم. إذا دكتور نتوقف شوي عند هاي الفكرة. إذا المفهوم الشائع بأن من يربي الحيوانات قد يصاب بالجرب خاطئ، لأن الجرب الخاص بالإنسان ينتقل من إنسان لإنسان، ينتقل من إنسان لإنسان بطفيلي خاص بالبشر. نعم. والجرب الموجود لدى الحيوانات ينتقل بين الحيوانات فقط. نعم. نتابع معك. قلتي أنواع الجرب. يعني سريريا نميز بين ممكن أنواع من الجرب. نعم. الجرب اللي حكينا عنه هالعلامات الأعراض الشكل الشائع من الجرب، نقول الشكل النموذجي أو الشائع هو اللي حكينا عنه من الأعراض والعلامات والطرق العدوى. الشكل الثاني قلنا عند الأطفال الرضع أو حديثي الولادة تختلف العلامات. عند الطفح الجلدي يختلف من عندهم من الأطفال الأكبر أو البالغين. في النوع الشديد من الجرب أو نقول الجرب المتقشر أو المجلب أو المسمى بالجرب النرويجي، هو عبارة عن جرب شديد، حالة شديدة من الجرب، يكون الجلد كامل الجلد أو بعض الجلد مغطى بقشور سميكة أو ثخينة من الجلبات نقولها. الجلد أو بشرة المريض يكون عليها، يعني المريض العادي بالجرب الشائع يعني ممكن عشرات الطفيلي موجود على البشرة وتكون معدي بشكل متوسط. أما الجرب المجلب أو النرويجي يكون على البشرة لدى المريض ملايين أو أكثر من الطفيلي موجود على البشرة، وهو معدي بشدة. معدي بشدة، يعني المريض يمشي وين ما لمس شخص آخر يعني ينتشر بسرعة أكبر. وحتى ممكن الحكة تكون قليلة عنده لأنه الجلد صار كله مغطى بجلبات قشور سميكة، يعني تخبي الأنفاق والهذي. دكتور، النوع العقدي اللي أشرت بأنه أكثر شيء الأطفال الصغار يصابون بهذا النوع من الجرب من النوع العقدي. إلى جانب العقيدي أو الجرب الآفات العقيدية أنها تظهر عند الذكور على الأعضاء التناسلية. عقيدات مرتفعة محمرة قليلا أو بنية تكون حاكة بشدة. ممكن تستمر هاي العقيدات حتى بعد العلاج ضل كمان. هذا العقيدي. المقشر أو النرويجي هو النوع اللي بيظهر أكثر عند الأطفال، هو النوع الشديد اللي ممكن يحدث يعني عند المرضى اللي عندهم مشاكل بالمناعة. نقص المناعة. هذا هو السؤال. أو أشخاص مثلا لديهم يستعملوا أدوية مثبطة للمناعة مثلا كورتيزونات، أو مرضى مثلا زارعين أعضاء كلى أو شغلات عم ياخذوا أدوية مثبطة للمناعة، يحدث لديهم هذا النوع من الجرب اللي نقوله الجرب المجلب أو النرويجي أو الجرب الشديد. نعم دكتور، كيف يتم التشخيص الإصابة بهذا المرض وفقا للأعراض، أم هناك طرق مخبرية تصوير مثلا؟ التشخيص مثل ما قلنا هو بداية من الشك بالمرض نتيجة الأعراض المميزة فيه، ومن الفحص العياني للبشرة أو لجلد المريض، شوف الآفات النموذجية للمرض أو للجرب. ومثل ما قلنا في حالات خاصة ممكن أخذ قشاطة من الجلد أو عينة من البشرة وفحصها تحت المجهر
يشوف الطفيلي. هاي بالنسبة للتشخيص. ما في تشخيص مثلا طولة مخبرية أو استقصاءات تانية، ما في داعي. كيف يتم العلاج؟ ما هي طرق العلاج؟ بالنسبة للعلاج يعني مثل ما قلنا، أولا الحمام أو النظافة أو الهيل لا تشفي من المرض، لأنه الطفيلي موجود في أنفاق تحت البشرة عند المريض. في أدوية موضعية وفي أدوية فموية. بالنسبة للأدوية الموضعية اللي هي عبارة عن كريمات أو محاليل موجودة بالصيدليات، وممكن الأطباء كمان عم يوصفوها، اللي هي كريم مثلا البيرميثرين 5%، أو محلول بنزيل البنزوات أو البنزويك تركيز 25%. في أدوية تانية كمان. هاي بالنسبة للعلاجات الموضعية عند المرضى اللي عندهم الجرب الشائع أو الجرب النموذجي. طبعا في مثل ما نقول مبادئ للعلاج. أولا أنه لما يكون شخص مصاب في بيئة أو في منزل مثلا، يجب علاج جميع المخالطين بنفس الوقت. عند المعالجة، عند معالجة المريض يعالج جميع المخالطين مع تدابير الوقائية أو النظافة، تدابير النظافة، غسيل الملابس والأغطية والفرش بالماء الحار، أو نشرها في مثلا على أشعة الشمس. الأدوات أو الأدوات اللي ما ممكن مثلا تنغسل، ممكن نستعمل معقمات أو تنظيف. هي إجراءات وتدابير يجب أخذها بعين الاعتبار عند وجود إصابة جرب في البيت أو إصابة أفراد الأسرة الجميع بهذا المرض. دكتور، هل هناك مضاعفات، وخاصة النوع الأشد خطورة النرويجي لهذا المرض؟ هناك بعض التقارير الطبية التي أشارت إلى حدوث لدى البعض مشاكل في الكلى، أمراض القلب. بالنسبة للمضاعفات اللي ممكن تصير عند أولا ممكن المريض هذا اللي بشكل شديد ممكن يعمل أوبئة، لأنه يعدي عدد كبير من الناس ويصير وباء يعني المرض. بالنسبة للإصابات الكلوية، ممكن نتيجة العدوى الثانوية بجراثيم اللي تسبب القوباء عند المريض. الجراثيم هاي تعمل التهاب كبد وكلية. التهاب كبد وكلية عند الأطفال خاصة ممكن مستقبلا يؤدي إلى قصور بالكلية. متى يكون هناك يعني عامل خطر لوصول الحالة إلى هذه الدرجة؟ قلنا الأشخاص المعرضين يعني لهالنوع هن الأشخاص المثبطين مناعيا، والأشخاص اللي ياخذوا أدوية مثبطة للمناعة، أو مثلا فيروس نقص المناعة، أو وجود أمراض أخرى جلدية، أو أمراض مثلا السرطانات، أمراض تثبط المناعة، أو مريض مهمل مدنك مثلا. يصير عندهم هالنوع من الجرب. دكتور، هناك حالات يعني يقال عنها حالات فشل العلاج. ما هي أسباب فشل تلك الحالات في العلاج؟ الفشل العلاج ممكن يحدث لأسباب عدة. أولا مثلا استخدام أدوية غير نوعية للمرض. الشيء الثاني الممارسات الخاطئة عند استخدام العلاج. مثلا مدة بقاء العلاج على الجسم، المرهم أو الكريمات أو المحاليل تكون فترة قليلة مثلا. أو مثلا مريض ما يدهن أماكن معينة مثلا، أو مثلا بعد الدهن يغسل إيده. مريض يغسل إيديه من العلاج. بيكون أساسا الإيدين في إصابة مثلا بين الأصابع في
أو أنه مثلا ما يصير معالجة جميع أفراد الأسرة المخالطين سواء كان أسرة أو في بيئة ثانية. المخالطين لازم يتعالجوا بنفس الوقت. حتى مثلا مريض استعمل علاج واستعمله بشكل مظبوط وصار شفاء، الشخص الثاني حتى لو ما عنده أعراض مخالط له بيكون في بداية المرض رجع عدا الشخص اللي يتعالج تماما، يكون طلع عنده كمان مرض الأعراض من جديد يعني. هناك أيضا من يتجهون إلى أعشاب أو طرق شعبية في العلاج. إلى أي مدى يعني يكون لهذا السبب دور في فشل العلاج وزيادة حدة الأعراض أو المضاعفات؟ طبعا قلنا هي الممارسات الخاطئة يعني عن المرض أو الأفكار الخاطئة عن المرض. إنه مرض مثلا يصير من قلة النظافة، أو مرض مثلا من نتيجة تماس مع مواد أو شغلات هيك. المرض قلنا هو ناتج عن طفيلي يعني كائن حي موجود على جسم المريض، حشرة صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة. في أدوية معينة معروفة وبالممارسة مؤكد يعني فعاليتها تستعمل في العلاج. هل الممارسات الثانية مثلا والله النظافة يومية وباليوم 10 مرات و20 مرة ما راح يشفى المريض، لا بالغسيل ولا بالشفط ولا نعم دكتور، عادة مدة العلاج كم تستمر هذه المدة بعد تناول الأدوية واستخدام المراهم؟ هلا العلاجات الموضعية تستعمل مرة واحدة، ممكن تكرر بعد أسبوع. طبعا بيكون العلاج بالدهن بفترة كافية يعني مدة كافية. بقاء العلاج مثلا على جسم المريض 8 ساعات 12 ساعة 24 ساعة حسب عمر المريض جنس المريض وحسب نوع العلاج المستخدم. تكرر بعد فترة أسبوع ممكن لتأكيد العلاج. بالنسبة للعلاج الجرب النرويجي قلنا هناك علاجات يستعمل علاج فموي، دواء هو الإيفرمكتين يستعمل بجرعات محددة. لا طبعا هذا لا يستعمل عند الأطفال الصغار أقل من اللي وزنهم أقل من 15 كيلو أو عند النساء الحوامل، ولكن يستعمل مع العلاج الموضعي مع بعض يعني علاج موضعي مع علاج فموي عند المرضى من الشكل المجلب أو النرويجي. يكرر العلاج هذا اللي هو العلاج الفموي كمان جرعة واحدة مع العلاج الموضعي، يكرر خلال مثلا كل أسبوع لأسبوعين 3 يعني من 2 ل 3 مرات بفارق أسبوع حتى يشفى المريض. إذا قد تستمر مدة العلاج إلى أكثر من 2 أو 3 أسابيع ليشفى المريض. نعم. ولكن الحكة تبقى يعني الحكة اللي أطول. هي قلنا الحكة هي نتيجة رد فعل تحسسي من جسم المريض. الجسم المريض يفرز مواد بعد فرز البويضات تسبب هالحكة. الحكة نتيجة رد فعل. الحكة هاي تضل بعد العلاج ممكن أسبوع لأسبوعين حتى ممكن 3 أسابيع تضل الحكة مع أنه المريض شفي. ولكن إذا استمرت الحكة لأكثر من 3 أسابيع مثلا 4 أسابيع هنا نقول أنه إما فشل علاج أو حدثت عدوى ثانية خلال هالفترة. يجب التركيز على الأسباب، معرفة السبب. يعني الشيء المميز أنه بالعدوى الأولى قلنا الأعراض يعني فترة الحضانة تطول شوي، ممكن أسبوع أسبوعين لتظهر الأعراض. نعم. بالعدوى اللي بعدها تكون أقل، صار عدوى خلال 2 3 تظهر أعراض. هذا هو السؤال اللي أنا كنت حابة أسألك، إنه شخص إذا انصاب بمرة أخرى بهذا المرض هل ستكون فترة الحضانة أطول؟ ستكون أقل. الأعراض تظهر خلال فترة أقل يعني. دكتور، تناولت قبل قليل بعض النصائح والإجراءات فيما يتعلق التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند وجود إصابة أو إصابات بالجرب ضمن المكان أو البيت أو المنزل. ما هي النصائح التي تود أن تقولها للمستمعين في هذا الأمر؟ قلنا المرض شائع يعني ممكن يصير في أي بيئة. إذا صدف أو شخص مثلا مريض جرب في بيت أو في عائلة
التدابير اللي قلنا عليها مراجعة طبيب أو صيدلاني، أخذ العلاج لجميع أفراد العائلة المخالطين، الأدوية النوعية للجرب اللي قلنا عليهم أدوية نوعية معروفة، طريقة استخدامها تكون مضبوطة، يعني فترة الدهن، الأماكن الدهن. عند الأطفال الصغار قلنا يصاب الوجه، عندهم تصاب الفروة، الظهر، يجب دهن هذه المناطق. ولكن عند الأشخاص البالغين أو الأكبر ممكن المرض يعف عن الوجه أو عن الظهر، ممكن. نعم. الغسل اليدين مثلا بعد الدهن، إذا صار غسيل اليدين ترجع كمان تدهن اليدين بالكريم أو بالمحلول. التنظيف، استعمال مكنسة كهربائية مثلا بالبيت للتنظيف بعد الإصابة. الفرش والأغطية والمخدات والبطانيات، غسل يعني الحرارة تقتل الطفيلي بالماء الساخن، يعني فوق 50 ل 60 درجة تقتل الطفيلي. بعدها نشر الغسيل أو الفرش بالشمس، حرارة الشمس مثلا 2-3 يوم. ممكن الكوي كمان يقتل الجرثوم الطفيلي. الإجراءات هاي تتبع إن شاء الله، يعني تكون كافية إذا تم تشخيص مثلا شخص أو طفل في مدرسة مثلا، الطفل لازم ينعطى مثلا إجازة أو ما يجي على الدوام، ويتعالج جميع مخالطين عنده بالبيت مع مراقبة الأطفال الثانيين. يعني إذا صار حدا عنده أعراض أو عدوى كمان يتعالج العائلة هذيك. بالأماكن الثانية مثلا السجون والأماكن المزدحمة والتجمعات هاي، إذا صار حالة عدوى مثلا المعالجة تكون لجميع المخالطين. مثلا نقول كسر حلقة العدوى. نعم. يعني المخالط بيكون عنده أخذ الطفيلي ولسه هو فترة الحضانة، لسه ما أعطى أعراض، ممكن يعدي غيره، عم يعدي غيره ولسه ما هو ما يعرف إنه الشخص ما يعرف حاله إنه هو مصاب بالجرث. نعم. وعم يعدي غيره. فمن هون الفكرة إنه المعالجة تكون لجميع المخالطين. نعم. يعني للمريض إذا طفل بصف ما انصاب بالجرب، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن كل الطلاب الموجودين في هذا الصف قد يكونون تعرضوا أو أخذوا العدوى، وهكذا على كل الأصعدة في كل الأماكن. دكتور، مسألة سرعة انتشار هذا المرض بشكل حينما لا يكون هناك توعية صحية بشكل كبير يعكس أهمية وجود توعية صحية سليمة لدى الناس فيما يتعلق بمرض الجرب. ما أهمية هذه التوعية في تقليل كمية الانتشار لهذا المرض؟ يعني مثل ما حكينا عن المرض، آليته، العامل المسبب، طرق انتقاله، يعني الوعي فيه هو الجزء الأكبر من قطع حلقة العدوى أو كسر حلقة العدوى بالمرض. التوعية بالمرض إنه كيف عم ينتقل، وطرق الوقاية منه، من مثلا عزل الشخص المصاب، الإجراءات أو التدابير اللي قلنا عليها بعد مثلا كشف حالة شخص مصاب. النوع اللي قلنا الجرب أو الجرب المجلب أو النرويجي هو اللي يعمل أوبئة، يعني يعدي عدد كبير من المرضى. نعم. الحالات الثانية ممكن تكون تنحصر مثلا في عائلة محددة اللي ما عندها مثلا تواصل مع عائلات أخرى أو مع أشخاص آخرين. هنا كمية البويضات تفرق، لأنه النرويجي يكون الكمية بالملايين. نعم. كما أشرت. الشخص العادي أو جرب الشائع يعني يحدث انتقال المرض فقط عند الالتصاق الوثيق بالجلد. نعم. عبر الجلد من جلد لجلد. نعم. دكتور، بختام لقائنا إذا حابب تضيف أي شيء نحن ما سألناه، توضح أي فكرة، توجه أي كلمة للمتابعين، تفضل. مثل ما ورد بالتقرير تبعكم، يعني الحالات الجرب هي حالات كتير يعني تصير. يعني قلتوا إنه 200 مليون شخص في أي لحظة مصابين بالجرب، وفي أي بيئة وفي أي دولة وفي أي. الشيء المهم بالنسبة للمرض هو الوعي بطبيعة المرض وبطرق انتقال المرض وبطرق الوقاية من المرض،
وبكيفية أو وسائل العلاج من المرض. هي كلها تكون كافية إنه نحد من المرض وتقليل حالات الإصابة بالمرض. دكتور، كانت هناك تقارير أشارت إلى وجود حالات جرب بمناطقنا، يعني في السنة السابقة أيضا كانت هناك تقارير تشير إلى وجود الكثير من الإصابات في عدد من المناطق. على من يقع عاتق التوعية بالدرجة الأولى للحد من انتشار هذا المرض في منطقتنا بشكل خاص؟ الجرب حقيقة موجود وبك حالات بكثرة، يعني في مناطق الريفية البعيدة عن المراكز مثلا موجودة في مراكز الصحية وعم ينتشر نتيجة قلة الجهل، قلة أو الوعي بالمرض، يعني نتيجة الجهل بالمرض، نتيجة قلة الوعي الصحي لدى الناس مثلا. طبعا المسؤولية تقع على عاتق الهيئات الصحية بالدرجة الأولى، هي في مثلا موضوع العلاج أولا، موضوع التوعية الصحية ثانيا، نشر التوعية الصحية بين الناس عن طبيعة المرض، عن كيفية الوقاية من المرض، يعني توفير العلاجات، لأنه أغلب الحالات تصير مثلا قلنا البيئات الفقيرة البعيدة عن مراكز المدن اللي يكون فيها مثلا تجمعات كبيرة، عدد أفراد عائلة كبيرة، يكون بعيدين عن مثلا ما في أطباء، ما في مراكز صحية، بعيدين عن هالشغلات هاي، والمرض عم ينتشر بيناتهم. وبشكل خاص المخيمات، المساجن أو السجون، اللاجئين، مخيمات اللاجئين، السجون قلنا، والمدارس كما أشرنا، يعني الأماكن المزدحمة اللي يصير فيها ازدحام، يصير فيها التصاق بين احتكاك ليس بالسريع، يعني احتكاك يعني طويل شوي. كثير يعني. الشكر لك دكتور صخر علي، كنت معنا بالاستديو، تناولنا موضوع مهم وهو مرض الجرب، وكثير شكر لكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام. وهيك خلصت، العفو دكتور، هيك خلصت حلقتنا من البرنامج الخاص عن الصحة النفسية والجسدية. معي أنا من وراء المايك شيف حسن، إلى اللقاء. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا.